كلكم غادي تكونوا سمعتوا الخبر ديال ان المغرب بقى محبوس في الكار لاكثر من ساعه المكانه. خرج واحد المبرر غير رسمي اللي كيوضح السبب ديال الوقوف الكار، اللي هو ان بعض اللاعبين دخلوا لقطر بفيزا سياحيه عاديه، وداك الشيء علاش خداو ديك زوج ديال اللاعبين باش يقادوا لهم الوثائق ديالهم، والمغاربه ما بغاوش ينطلقوا للملعب بدون هاد الزوج ديال اللاعبين. واخا هاد المبرر غير رسمي، اجي نشوفوا كيفاش كيدخلوا اللاعبين لشي دوله اللي منظمه لشي بطوله. اول حاجه الجامعه الملكيه كتجمع اللائحه الرسميه ديال كاع اللاعبين اللي غادي يشاركوا في ديك البطوله، كترسل هاد اللائحه اللجنه المنظمه او الاتحاد العربي، واوتوماتيكمون كيقيدوا جميع المعلومات ديال دوك اللاعبين، سواء من الاسم، الرقم ديال الباسبور، تاريخ الازدياد، الفرقه اللي كيلعب فيها الى اخره. بعدها كيقادوا لهم واحد البطاقه ديال الاعتماد اللي كتكون فيها الصوره ديال اللاعب، الاسم ديالو، الجنسيه، الرقم ديال الباسبور، وهذا الشيء كامل مجموع في واحد الرمز ديال الكيو ار كود. وهاد البطاقه هي اللي كتسمح للاعب يدخل للملاعب، لغرف تبديل الملابس، لمركز التدريب، وحتى الفندق الاقامه. وبالنسبه للفيزا، الدوله المنظمه كتمنح للوفود فيزا خاصه بالبطوله واللي كتسمى فيزا سبورت او فيزا ايفنت. وفي بعض البطولات كيكون واحد النظام خاص بحال بطاقه هي اللي كانت في مونديال قطر. وهذا ما كان.